هذه امرأة هي وزوجها، وكانوا فقراء، ولهم أخ وأيضا نفس الكلام فقير. كانوا طبعا هذا قصة قديمة شوي. يقول قدر الله عز وجل على هذا الأب فتوفاه الله عز وجل. فالعم الآن لازم يعولها البنية صغيرة وقتها، يمكن عمرها 6 سنوات تقريبا. فقال يا أم فلانة قالت شوف أخوك راح الله يغفر له، حنا ما لنا الله ثم أنت، ما بقى لنا أحد، فانتبه لنا. قال لا بتزوج وبس. قال توكل على الله ما يخالف، فتزوجها وعاشوا على الكفاف، لكنه كان يلحق يهدين. ويوم من الأيام جاء الرجال اللي هو راعي الدين الدائن، وإلى رجال أقشر غبر سنحته تحومل سبت، ولا باين تحارش ولا، لكن عاد مضطرين له عشان عنده مال. قال يا فلان سدد المال كثر عليك. قال غديك لعلك. قال اقول سدد انت من على ما قال بديت تربي بنت اخوك وانت بغيت تاخذ مني. قال لعلك تصبر لعلك كذا. مرت كم سنة وصلت البنت 12 سنة. جاء لما وقال اسمع يا تسدد يا تزوجني ذا البنت. قال لا البنت صغيرة ولا هي. قال ما فيه ولا انا بروح اشتكيك، سدد ولا عطني هالبنت زوجنيها، ولا هو بعد بالدين كله بجزء من الدين اقشر. جاء لامها وقال وش رايك الحين هذا بيروح يشتكيني وانا يوم انتكت الام ضاق صدرها. وشلون ما يصير توها صغيره ورجال كبير ورجال عسر ما ينتحارش ولا قال ما فيه يعني ترى هذا الشكاني يمكن تقعدون لحالكم، وإلا والله بين نارين، هي تفقد الرجال هي تتزوج بنتها وإلى حال ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. المهم بعد الحاح خلال سنة وصل عمرها 13 وأقنعوا البنية وتزوجها. يوم تزوجها ويبدأ وقت الهم والغم لهالبنية، خذها ولد يعني محله بعيد عنهم شوي، يعني مسافة يوم، ويبدأ يكدها الليل والنهار. هي اللي تحطب، هي اللي تعبي الجربة، هي اللي تحلب، وعنده خير وعنده إبل وعنده غنم، ولا ليلها ليل ولا نهارها نهار، كادها كد الويل. طبعا هو ما أخذها يبي عيال ولا لا، بس يبي كدها، فكان أقسى من يعني القساوة عليها. يوم خذت لها تقريبا حول السنة قالت بشوف أهلي. قال أهل صدق؟ قالت ودي أزور أهلي. قال ما يخالف أنا بروح ذيك الجهة الفلانية وإن مرين يوم راحوا يمرون يجون عند أبوها وأمها عمها وأمها. يوم شافتها أمها اللي يوم جاءها التكاك ولا جلدا على عظم وهزيلة ومتكدرة. قالت وراي مبهذلني بهذلة والله ما بعد ذقت طعم الفرح عنده، ما غير كادني الليل النهار. خلصوني من فكوني منها، أنا ما أبغى هالرجال، أنتم مرضتوني به، أنا ما وتقت بتسي لما ما عندها. قالت لعمها يا أبو فلان الرجال شاف البنت شلون حالها. قال وش تبيني أسوي؟ ماسكني بهالدين يا حبيبي. قال ما في، ان اصرينا عليه
على ما قال بيغيبني أنا، بيسكيني وكذا. المهم أقنعوا البنت ورجعت. يوم رجعت ويرجع نفس الشغل، وفي يوم من الأيام قال لها عبي الجربة يلا. آثرها وهي تمشي داخت أو كذا وتعكرت وطاحت وانشقت الجربة، ولا معه عقال الناقة، وطقها طق وجلدها جلد الويل، لدرجة انه اقشر لازم وسم. اي يوم خذت سنة، انا وصل عمرها 15 سنة، قالت ودني لاهلي. هي على امل انهم اذا شافت ام هذا يرحمونها وينتهي الموضوع. يوم انها جت ولا شوفت الكريهة امها، يا بنتي ما تغير شيء. قال ولا زود، انا في هم، انتم عذبتوني مع الرجال كذا. قوم طلعي له هذا. يوم فاحت سبد الام. وشلون؟ قالت يطقني الليل والنهار، انا ما يعني توها صغيره يعني ما المهم جاء وهدد وتوعد وكذا وخذها معه. اي يوم خذها البنيه وهي رايحه بيتت امر. يقول يوم وصلوا في محله ذاك اليوم، ولا الرجال على شغله، قومي زيني شبي رتبي حطي كذا مره غير، بس مشغلها. يقول يوم جاء الليل ورقد الرجال، وتقوم تحزم بعض عفشها اللي تقدر تشيله، وتاخذ بعض الاكل اللي يمشيها. بيت اهلها من هنا، هي راحت من هنا، خالفت الطريق. الرجال يوم قام على العاده، يبي شاب تنظم ومرتبة الامور، يا فلانه يا فلانه يا فلان، ولا مين فيه؟ لا في فلانه ولا في ضرب ولا في اكل. المهم يوم جن جنونه، قام على طول وخذ ذلوله. وين؟ يتبع جرته. لا راح لها ما هوجس في التفكير على طول انها راحت لها. لا يوم انها وصل عند اهلها، قال وينها؟ ما تستحي. قال من هي؟ قال فلانه. قال فلانه ما هي عندنا. يوم انهبلت امها، بنتي. قال انها من البارح وهي طالعه ما ادري. البنت يوم عاكست الطريق مشت النهار كله، هذا رايح من هنا وذي هي راحت من هنا. يوم قبل عليها الليل وتروح لها في مكان صاد وتاخذ لها غفوة فيه ترقد، ولها على يعني قريب من مسار احد الشعبان. يقول يوم جاء الفجر وقامت، ولها يعني ارتاحت شوي، لكنها مجهدة، ممشى اليوم كله مهلكة إهلاك. وسبحان الله يقول يوم طلع النوم، ولا هل الجماعة اللي يمشون ناقلين من مكان المكان، ولا حريمهم واطفالهم كلهم على ما قال، وتيجي تركض مباشرة لهم وتنصى ذيك الحرمة. قالت من شيخكم؟ قالت شيخنا فلان الفلاني، وتشير عليك هذاك، وهي تروح له. سلام عليكم السلام. قالت انا داخلة على الله ثم عليك. قال وصلتي؟ ابشري ما شاء الله يا ام فلان. ما حتاها ام فلان، خذيها شوفي لا شوفي رتب امورها. تاخذها ولا حرمة جيد حرمته، تاخذها ولا هرجتها زينه البنت، ولا علومها زينه، ويجون اخوات بنات الرجال وبنات المراه ويركضن معها، ويوم سبحان الله وارتاح لها وانبسطن معها ويناظرونها يكرمونها لين وصلوا ديارهم. يوم وصلوا ديارهم قال للحرمه حطي لها محل تقعد فيه. بيتونها عندهم. ايه خليها على ما قال الله.
هذا رايح لها من هناك، وبدأ يدور. خذ له يومين، وبعد يومين وصل إلى القبيلة، إلى وإلى الشيخ جد أخذ معلوماتها كاملة، وعرف قصتها وعرف أمورها كاملة، وقال شوفي ما عاد تشيلين هم، مرة لا عاد تشيلين هم، والله ما تطلعين من هنا إلا معززة مكرمة، ما تشيلين هم مرة. يوم وصلوا إلى هو يا عمها الرجال وعم البنية، قالوا ما جاكم بنت كذا كذا، قال لا، قال خلاها تطلع على عفرته وعلى قشارته. نعم. شوفت النفس. قال تطلع وين؟ قال هذه حرمتي خلاها تطلع. قال ما عاد هي بحرمك، ما عاد هي بحرمك، والله ما عاد تطلع معك. قال حرمتي أنا، قال أقول والله ما عاد تظهر معك إلا برغبتها. يا سلام. كانها راغبة ولا والله ما تظهر معك. يا سلام. راح يا عمها اسألها كان لها رغبة ولا ما لها رغبة. يوم جاها عمها قالت لها والله ما لي رغبة، أنا ما انحشت برجع له، لا والله ما أبيه ولا بيرجع له ولا بي ولا عاد أبيه. رجع العم ولا ذا يتهدد يتوعد، والله يا لا طالبك بالدين اني لا، يبي على اساس يفزع معه. قال الشيخ الدين كم هو؟ الدين اللي يطلبه كم؟ قال انه يطلبني كذا وانه كذا كذا. قال كلها مسدد، طلق. قال طلق، والله ما تطلع معك، طلق وخذ ديونك كلها وامشي وبعطيك زود عليها. ولا والله مغرية، بعد بياخذ حقوقه وكذا. قام وطلق. قال توكل على الله الحين، انت يا عمها لا تروح اصبر. هذاك راح قال لعمها رح جيب ام عيالك وتعالوا انزلوا عندنا. يقول قال الله يجزاك خير، الله يبيض وجهك، الله ولا البنية ما تاسعها الفرحة. يا سلام. زعل. ويجي يركض ويبشر امها، يا طارت من الفرح ما شاء الله. وتبتسي فرح. يقولوا يجي هو يا امها ويسكنون عند هالشيخ هذا. قال ترى مقامكم عندنا 3 شهور و10 أيام، قبلها ما تروحوا، قبلها ترى ما انتم رايحين. قال عبد اللي تبي مرة 10 أيام. ايه عدة البنت. قال وانت يا عمها تشتغل معنا وابشر بالخير. يا سلام. يقولوا يكرمونه ويصير خيرة له ذا العم وينبسط ويستانس وياهم. وذكر يوم عدت 3 شهور و10 أيام، البنت دخلت مع الأخوات ومع الأم، وسبحان الله صارت ايش؟ ألفة بينهم، عربة جيدة، استصحت وكذا، ولا بنت جيدة ولا قرمة. طبعا يعني صبرها على هالرجال فيه دلالة، علمها الصبر. يقول يوم جاء قال الشيخ لعمها، قال أنا أبى أخطب البنية لولدي فلان. ما شاء الله. قال أبرك ساعات ما يقال. البنت طبعا بكر، هذاك ما همه على ما قال أنا بيها ولدي فلان على سنة الله، على كتاب الله وسنة رسوله. قال أبرك الساعات وتفرح الأم وياخذ وليده ذا البنية، وتصير سبحان الله يعني في عز ومعزة بعد الصبر اللي شافته. فأنا أقول الدين ثقيل، والدين قد يورد الإنسان أحيانا إلى يعني المهالك. على قولة الضوء يقول قصة في بطن قصة. هذاك اللي جاي يملكهم وإلى البنت ما رضت، قال ليه بتزوجها؟ قال قلاب دين وملزمني أزوج البنت. لا حول ولا قوة. قام ذا جزاه الله خير ووقف، قال لا القلاب يسدد، وراح ورتب أموره وجمعها وسددوا له وفك البنت منه. فأسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يكفينا شر الدين.